فيلمنا بيبدأ بعصابة لابسين لبس مهرجين واللي كانوا رايحين يسرقوا البنك الرئيسي في مدينة جسام. أول ما بيوصلوا للبنك بيبدأوا يقسموا نفسهم، مجموعة بتطلع من فوق المبنى ومجموعة تعضل الإنذارات والكاميرات، والمجموعة المتبقية بتقتحم البنك عشان يسرقوا الفلوس. المجموعة دي حتى بيقسموا نفسهم لمجموعتين، مجموعة بتثبت الرهائن وبتكتفهم والتانية بتدخل تلم الفلوس من الخزنة. لكن في موظف بيكون مش عاجبه اللي بيحصل وتقريبا واخد جرعة شجاعة زيادة، بيسحب بندقية من بتوع البنك وبيبدأ يضرب على المجرمين كلهم. لكن ذخيرة البندقية بتخلص فجأة، ولما الراجل بيحاول يشغلها تاني بيظهر واحد من المجرمين وبيستغل الفرصة وبيضربه رصاصة بيوقعه على الأرض. بعد شوية بيكونوا جمعوا كل الفلوس من الخزنة وخلاص كده مهمتهم بتكون خلصت والمفروض يمشوا بقى. لكن فجأة أتوبيس بيدخل يدمر بوابة البنك واللي بيطلع منه مجرم تاني، ده بقى زميلهم في نفس الفريق لكنه اتقلب عليهم وبيدخل يدور الضرب في زمايله. كل ده بقى لانه طمع في الفلوس وعايز ياخدها لنفسه. الفكره انه بعد ما بيجمع كل الفلوس في الاتوبيس بيروح يحط قنبله في بق الموظف اللي كان بيضرب نار من شويه، وبعدها على طول بيخلع الماسك بتاعه. اللي بنكتشف بقى المفاجاه الكبيره انه بيطلع الجوكر. المهم الجوكر بياخد الفلوس بالاتوبيس وبيهرب من البنك كله. وطبعا زي ما انتم عارفين الشرطه عندنا بتوصل متاخر لانه بيستغل انه سايق اتوبيس مدرسه وبيدخل وسط اسطول من الاتوبيسات اللي شبهه، وطبعا محدش بيقدر يتعرف عليه وبينجح انه يهرب. المهم بعد شويه بنروح لمكان تاني خالص عشان نشوف عصابه تانيه واللي كانوا واقفين يتفقوا على شحنه سلاح سوا. لكن فجأة بيظهر لهم مجموعة أشخاص لابسين لبس باتمان واللي بيدوروا ضرب النار على عصابتين. بس شوف كل اللي لابسين باتمان دول ما كانوش قادرين يعملوا حاجة وكان باين إنهم ضعفاء جدا، عشان كده العصابتين قدروا يستخبوا منهم ويتفادوا الضرب بتاعهم. وأثناء ما الكل مشغول بضرب النار والأكشن اللي شغال ده فجأة بتظهر عربية باتمان الحقيقية واللي بيدخل دخول يسبب حرايق بقى. بيدخل يدور الضرب في الكل وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيكتف اللي عايش منهم لسه وبيسيبهم ويمشي، عشان تاني يوم نتعرف على باتمان في هيئته الحقيقية واللي بنعرف ان اسمه بروس وشغال مع الشرطة. لكنه بيروح يقابل محقق في البنك عشان يعرف من اللي عمل جريمة سرقة البنك واللي الأخبار بتقول انه الجوكر، لكنهم ما يعرفوش هو مين. وفي محقق تاني اسمه هارفي وهو اللي متولي قضية الجوكر. لكن بروس بيجيب سيرة المحققة ريتشل واللي كان باين انه بيحبها واللي متولية قضية الجوكر مع هارفي. بس بعد ما بيخلص بروس بيرجع البيت يعالج الإصابات بتاعته في نفس الوقت اللي نشوف فيه المحقق هارفي وهو في المحكمة عشان كان في قضية ضد واحد من زعماء العصابات. المشكلة ان زعيم العصابة ده مكلف واحد من رجالته انه يقتل المحقق هارفي كده عيني عينك قدام كل الناس وفي قلب المحكمة. لكن بمجرد ما الراجل بيطلع المسدس هارفي بيديله بنية يقبضوا الجمعيه، وبعدين بياخد منه المسدس وبيتريق على زعيم العصابه ويا اخي بقى هات رجاله وسلاح احسن من كده. وطبعا بيتحكم على زعيم العصابه ده بالمؤبد، عشان بعدها هارفي ياخد المحققه ريتشل معاه ويفضلوا يتكلموا عن الخروجه بتاعت بالليل واللي بنشوفهم وهم قاعدين في مطعم من الغاليين شويه، عشان هارفي يقول لها انه حاجز مكان هنا من 3 شهور. وخلي بالك يا اخت ريتشل مش اي حد يقدر يجيب المكان هنا، ده مصارف ومكلف. عشان دخلي بمين بقى؟ الحاج بروس اللي ساحب معاه الحته بتاعته، او تقريبا دي الطقوس الرسميه لاي حفله مش رسميه. وبيدخلوا يقعدوا مع هارفي وريتشل كده عادي جدا، وطبعا القعده بتحلو قوي وكل واحد بيقول اللي عنده لحد ما بتيجي اللحظه الحاسمه. هارفي بيقول لبروس انه هيخطب ريتشل رسمي، كان باين على بروس انه متضايق انه سكت قداموش حل تاني يعني. في الوقت ده بنروح لاجتماع مهم جدا ما بين كل عصابات المدينه واللي كانوا متجمعين برابطه المعلم كده عشان يشوفوا حل في باتمان واللي بيعملوا معاهم، وانهم عاوزين يخلصوا منه بس مش عارفين، والاصعب انهم مش عارفين هويته الحقيقيه عشان يمسكوا عليه حاجه. لكن فجاه بيظهر الجوكر وسط الاجتماع واللي بيقول لهم انه هيقدر يوقف باتمان. بس تقريبا كده كان كله مستهتر بيه وشايفين انه مش هيقدر يعمل حاجه وانه اضعف واحد فيهم، خاصة واحد اسمه جامبل اللي كان باين قوي انه ما بيطيقش الجوكر عكس بعض العصابات اللي كانوا مقتنعين بكلام الجوكر وعاوزين يشوفوا هيعمل ايه. وبيشبه باتمان انه شخص عادي جدا زيهم، لكن بمجرد ما بيلبس البدلة بتاعته بيعمل لنفسه اسم وسمعة الكل بيخاف منها، حاجة كده شبه الرمز اللي بيقويه، وانهم عشان يقدروا عليه لازم يعملوا رمز مضاد ليه وهو بقى هيبقى الرمز ده. لكن جامبل بيتعصب اكتر وبيقول ان الجوكر بيقول اي كلام وبيقوم عاوز يخلص منه. بس فجأة الجوكر بيقوم يقف وبيفتح الجاكيت بتاعه واللي بيتفاجئوا كلهم انه مليان متفجرات. وطبعا جامبل بيرجع في كلامه على طول عشان يدمرهم كلهم، وبيبدأ الجوكر يهددهم اللي هيقرب مني هفجر المكان كله، وبيسيب لهم الكارت بتاعه وبيسيبهم ويمشي. بعدين بنروح لبروس وهو مع رئيس اكبر شركه تكنولوجيا فيك يا بلد، وهو بيعرفه على كل الحاجات الحديثه اللي صنعها واللي تقريبا كده فوكس عارف حقيقه بروس كويس قوي لانه بيديله اجهزه متطوره وحديثه وكمان بتقدر تسيح الحديد مكانه. وشكل بروس كده بيحضر لمهمه جديده لانه بياخد كل المعدات دي وبيطلع بيها رحله في البحر على اليخت الخاص بتاعه، وبعد شويه بيرمي المعدات دي في الميه وبينط وراها وشكله ناوي على حاجه كبيره. بعد كل ده وفي نص الليل بيدخل واحد على عصابه جامبل وبيقول لهم انه قدر يقتل الجوكر ويخلصهم منه وجايب معاه جثته حاططها على الترابيزه، قال يعني جايب معاه الدليل. لكن واقيس فجاه
بيقوم الجوكر من على الترابيزه وبيطلع لسه عايش، وبيبقى جايب معاه رجالته كمان بيحاصروا كل رجال الجامبل وبيكتفوهم، والجوكر بيقتل جامبل عشان يخلص منه بعد ما سبب له اهانه كبيره وقل منه قدام باقي العصابات. اما فوكس فكان بيعمل صفقه مع رجل اعمال تاني اسمه لاو، واللي معاه جهاز سونار عشان يكشف بيها اي حاجه لمسافات بعيده، وبعد ما بيخلص الصفقه بيطلع يدي الحاجات دي لبروس كده عادي، عشان في عز الليل بنشوف عصابه وهي بتهجم على المبنى الخاص برجل الاعمال لاو، وبيقتلوا كل رجالته وبياخدوا منهم الاجهزه المتطوره دي. وعلى ما الشرطه بتوصل بيكون لاو قاعد حزين ما عندوش اي حاجه يعملها. الفكره ان هارفي بيتولى القضيه دي، وبدل ما بيجيب له اللي عمله كده بيقبض عليه بتهمه التهرب بالضريبي، وخاصه انه معاه فلوس كتير وملهاش اي دليل. وبيتقدم لاو للمحاكمه العاجله عشان يوم المحاكمه تحصل حاجة غريبة قوي. الشرطة وهم واقفين قدام المحكمة بيشوفوا جثة نازلة عليهم من السقف متكتفة ولابسة لبس باتمان وعاملة ماسك الجوكر، حاجة كده خليط بين الاتنين مش مفهومة كأنها رسالة للشرطة. وبالليل بنشوف هارفي وهو بيحضر حفلة كبيرة وبيظهر له بروس اللي بيحييه قدام الكل، وكان معجب بيه عشان بيقدر يحل القضايا اللي بيمسكها واللي الناس كانوا بدأوا يلقبوه بالبطل الشعبي خلاص. فهارفي بيفرح بكلام بروس وبيحس ان خطيبته ريتشل عينيها منه، فلما بيروح يلومها بتنكر انها على علاقة ببروس. في اللحظة دي بيحصل هجوم على المبنى اللي فيه الحفلة، وبتظهر رجالة الجوكر هما بيفجروا المكان وبيحاوطوا المدنيين لحد ما بيظهر الجوكر بكل تحدي للشرطة وبيسأل عن هارفي. في نفس الوقت كان بروس بيتمشى في الطرقة لحد ما بيدخل من باب سري في الحيطة وبعدين بيختفي تماما، والاكيد انه رايح يلبس لبس الشغل بتاعه. المهم الجوكر كان ماسك ريتشل عمال يبهدل فيها عشان تقول له على مكان هارفي، وفي عز ما هو مشغول معاها بيظهر باتمان بيهجم عليه هو ورجالته. طبعا باتمان كان اقوى منه بمراحل فبيقدر ياخد ريتشل منه وينط من فوق البرج. وتاني يوم بنشوفه وهو متضايق قوي عشان مش عارف يقبض على الجوكر، خاصه انه بيظهر ويختفي فجاه زي حالاته يعني. الفكره ان بروس كان عاوز يعرف حقيقه الجوكر عشان يعرف يواجهه، نفس اللي في دماغ الجوكر بالظبط، لكن الاتنين ما يعرفوش الحقيقه. ما بيلاقيش قدامه غير البصمه الخاصه بيه اللي بياخدها الفوكس عشان يساعده ويكشف له هو مين، وبيسيبه لحد ما يعرف وبياخد المكنه الصيني بتاعته وبيجري على بره عشان يعرف انه رايح لتجمع شرطي كبير. والتجمع ده بيكتشف ان فيه ضباط شرطه مقيدين ومسروق هدومهم، وبيحصل ضرب نار على الشرطه في قلب التجمع وما يعرفش هو جاي منين لانه بيبقى طالع من وسطهم. الدنيا بتتقلب على اللي حصل ده لحد ما بنروح لهارفي اللي بيدور على اي دليل يوصله بالجوكر، لكن باتمان كان سابقه لانه بيروح يقبض على زعيم عصابه كبير، وقبل ما يعرف منه حاجه بيطب هارفي عليه وبيوقفه وبيبقى عاوز يعمل الشويتين بتوعه دول، لكن زعيم العصابه ما بيرضاش يقول حاجه. وبعد ما بيخلصوا باتمان بيتضايق قوي وبيرجع البيت بيلاقي ريتشل مستنياه عشان نحس كده الوهله ان ما بينهم علاقه. الفكره بقى ان الناس بتقلب على باتمان وبيتهموه انه خارج عن القانون لانه بينفذ حاجات من غير اذن من الشرطه، وبيطلبوا من هارفي يقبض عليه في اسرع وقت. فبروس كان حاضر المؤتمر ده وبيبص لهارفي على اساس يشوف رده، لكن هارفي ما بيقدرش يعاند مع الناس وبيوافق على كلامهم تقريبا كده. بروس تصعب عليه نفسه. وقتها هارفي بيعلن قدام الناس انه باتمان عشان الجوكر يكشف عن هويته الحقيقيه، وطبعا الشرطه بتقبض على هارفي بتهمه الخروج عن القانون وانه عمل جرائم كتير وكده. وبالليل وقت ما كانوا بينقلوا هارفي بالعربيه بيحصل هجوم من عصابه الجوكر اللي بيبقى عاوز يقتل هارفي، والهجوم كان قوي جدا لحد ما بيوصل باتمان اخيرا، وبنكتشف بقى انه ماشي ورا عربيه هارفي عشان يعرف يقبض على الجوكر. وحتى لما الجوكر بيفجروا العربيه بتاعته بينزل بالمكنه الصيني ويجري وراهم، واللي بتطلع حديثه ومليانه اسلحه كتير، وبتدور مطارده كبيره ما بينهم، ضربه من هنا على ضربه من هنا، والدنيا يا عم مقلوبه. كل ده والجوكر بيحاول يهرب منه بس مش عارف لان باتمان بيكون مركز معاه قوي لحد ما بيقلب له العربيه بتاعته، فبيتعصب قوي الجوكر من اللي حصل وبينزل يدور الضرب عليه لحد ما يقلب المكنه الصيني بتاعته، وساعتها بيظهر محقق تاني وبيقبض على الجوكر. وبعدين بيروح يفتح باب العربيه لهارفي عشان نكتشف ان كل ده كان خطه ما بين باتمان وهارفي عشان يقبضوا على الجوكر. بيفرح هارفي قوي وبيروح عشان يحقق مع الجوكر بنفسه، لكن ما بيلاقيش معاه اي حاجه تدل على انه زعيم عصابه يعني. ولما ما بياخدش معاه حق ولا باطل بيسيبه لزمايله يشوف معاه حل. ساعتها بيدخل باتمان يحقق معاه بنفسه عشان الجوكر يفاجئه بقى انه بلغ رجالته يخطفوا هارفي وريتشل، وهم دلوقتي متكتفين كل واحد فيهم في مكان مختلف وحوالين منهم قنابل كتير. فبيجري باتمان بسرعه عشان يلحق هارفي وبيخلي واحد من المحققين يروح يحرر ريتشل. اما الجوكر فبيفضل في الاسم مع ظابط تاني، لكن الجوكر بيقدر يمسكه ويخدعه وبتدور معركه ما بينهم. في اللحظه دي الجوكر بيطلب منهم انه يعمل مكالمه تليفون عشان نكتشف انه زارع تليفون في بطن واحد من رجالته محبوس جوه الاسم ومربوط بشويه قنابل، وبسبب الدوشه اللي في المكان بيقدر يهرب عادي جدا. اما باتمان فبيلحق هارفي على اخر لحظه عكس المحقق التاني اللي بيوصل متاخر، والنتيجه ريتشل بتموت. اول ما بروس وهارفي بيعرفوا الخبر بيتضايقوا جدا، وواضح ان الاتنين كانوا بيحبوها، بس هارفي كان اتحرق نص وشه بسبب التفجير وما كانش راضي عن شكله الجديد نهائي. حتى لما زمايله بيروحوا يطمنوا عليه
ما بيرضاش يبص له وبيرمي عليه اللوم كله لانه ما قدرش ينقذ حبيبته. على الناحيه التانيه بنشوف الجوكر وهو قاعد فوق كوم فلوس حرفيا، وبيخطط مع رجالته يهجموا على المكان الجديد، وبدون اي مبالاه بيحرق الفلوس عادي جدا كانه يقدر يجيب غيرها بسهوله. في اللحظه دي بروس رايح لهارفي المستشفى. كان بيحصل تجمهر بره المبنى، الدنيا بتبقى مقلوبه عشان التفجيرات، لكن بنكتشف بقى ان الجوكر راح لهارفي المستشفى عشان يخطفه، وبروس طبعا بيبقى عارف بالحيله دي عشان كده بيسرع نفسه شويه. كل ده والجوكر قاعد مع هارفي في الاوضه، واللي كان بيقول له انه هيورطه في مصيبه ويخليه يعترف على نفسه كمان، وانه لو مش مصدقه يضربه بالنار دلوقتي. لوهله تحس ان هارفي وافق على كلام الجوكر، لكن بمجرد ما الجوكر بيطلع من المستشفى بيفجرها كلها باللي فيها، وده بيعمل فزع كبير في المدينه، وبروس قاعد مش عارف يعمل ايه. الدنيا بتتقلب حرفيا على اللي حصل ده، ومحدش كان عارف يمسك الجوكر. ازاي مجرم يقدر يهرب من الشرطه بالسهوله دي ومن غير ما يتاخد عليه اي دليل حتى او يقاوموه؟ وده بيخلي الناس تشك في قدره الشرطه. بس بعد شويه بنكتشف ان هارفي لسه عايش، وده بعد ما عمل اتفاق مع الجوكر وطالع يساعده ويقضي على كل اعدائه. وبالليل بنشوف رهاين كتير محبوسين جوه سفينه في عرض البحر. الشرطه كانت جمعت كل سكان المدينه في سفينتين عشان يهربوهم من هنا ويخلى لهم الجو مع الجوكر بقى. بس اللي حصل ان السفينتين بيتحط عليهم قنابل كتير، والجوكر بيبعت رساله للسفينتين ان اللي هيفجر التانيه الاول هيسيبه يعيش، واللي مش هيسمع الكلام هيفجرهم هما الاتنين. الناس اتحطوا في اختبار صعب جدا وعليهم يختاروا، وكل واحد بقى يفكر في نفسه. وهو ده الجوكر عاوزه، انه يشوف الناس لما يتحطوا في موقف صعب زي ده اكيد هيختاروا نفسهم على غيرهم، وعايز يثبت للكل انه بيدافع عن نفسه زي ما الناس دي هتعمل. لكن اللي بيحصل بقى ان السفينتين ما بيحصل لهمش اي حاجه، وده لان الناس ما كانوش عاوزين يقتلوا بعض. وساعتها بيتضايق الجوكر قوي، بيبقى معاه جهاز تفجير متوصل بالاتنين، فبيفكر انه يفجرهم ويخلص. لكن قبل ما يعمل كده بنشوف هارفي وهو موجود فوق مبنى وبيهدد رهينه، وفي نفس اللحظه بيظهر رجاله الجوكر وهم متنكرين ومستنيين يقتلوا الشرطه في الشارع. ولما باتمان بيوصل بيهجم على رجاله الجوكر وبيدور الضرب فيهم، لكنه بيكتشف انهم رجاله شرطه اصلا، لكن مسروق منهم سلاحهم. والجوكر عمل كده عشان الشرطه تقتل في بعض وهم تحت التهديد، فبدل ما يخلص على العصابه دي راح يدافع عنهم ويضرب في الشرطه قبل ما يقتلوهم. وطبعا هو مش اتقلب ضد الشرطه، ده هو بيعمل كده عشان ينقذ الكل. في الوقت ده بيروح لفوكس بيطلب منه يستخدم جهاز التجسس اللي صنعه، وبرغم ان فوكس كان رافض الموضوع لانه غلط، الا انه بيوافق عشان يعرفوا الجوكر الحقيقي ويعرفوا خطته. لكن فوكس بيعرف باتمان انه هيقدم استقالته بعد ما يخلص المهمه دي، وبعدين بيروح يهجم على الجوكر، لكن الجوكر بيضربه ويوقعه على الارض. والجوكر كان عاوز يثبت له انه بيدافع عن الناس الغلط، وان سكان المدينه اللي عاوز ينقذهم دول هيفجروا بعض على السفينتين، وبيستنى الناس تفجر بعضهم، لكن ما بيحصلش حاجه وبيثبتوا عكس ظنه. وساعتها باتمان بيستغل الفرصه وبيضربه وبياخد منه الريموت عشان ما يفجرش السفينتين، وبعدين بيربطه وينزله من فوق المبنى عشان الشرطه تقبض عليه. لكن الجوكر بيقول المفاجاه الكبرى وان هارفي لسه عايش وتحول دلوقتي لشرير، وبيضحك كده وبيقول له بقى وريني هتوقف صاحبك ازاي بقى قبل ما يقتل زمايله. وقتها باتمان بيجري بسرعه يلحق هارفي اللي كان خاطف زميله وعاوز يقتله عشان ما انقذش ريتش لحبيبته، لا وخاطف بنت زميله كمان عشان يحرق قلبه عليها زي ما قلبه اتحرق على حبيبته. لكن باتمان بيوصل في الوقت المناسب وبيلحق هارفي قبل ما يقتل الطفل وبيوقعه من فوق المبنى بسرعه، وبسبب الوقعه دي هارفي بيموت والطفل بيعيش. ساعتها المحقق ما بيبقاش عارف يعمل ايه مع الناس، لانه مش هيقدر يقول لهم ان هارفي ده طلع مجرم، وده لانهم بيعتبروه بطل دلوقتي وهيشكوا في كل الناس حواليهم وخاصه الشرطه اللي ممكن يقولوا ان جواهم خاينين كتير. وقتها باتمان بيطلب من المحقق ان يقول ان اي جريمه هارفي عملها باتمان هو اللي قام بيها عشان الناس ما تتصدمش في رجاله الشرطه ويفضلوا كويسين في نظرهم، وكمان عشان يسيب السجل بتاع هارفي نضيف بعد كل اللي عمله عشان الناس، وما ينفعش يعني يردوا له الجميل انهم يطلعوه مجرم في الاخر. وفعلا ده اللي المحقق عمله، وراح في مؤتمر صحفي وان اللي عمل الجرائم كلها هو باتمان، وساب الناس تقتنع ان هارفي هو البطل الشعبي الوحيد عشان يفضلوا مؤمنين ان المدينه مليانه ابطال. وطبعا الناس تقبلت الكلام ده بكل سهوله وبقوا يدمروا اي شعار خاص بباتمان. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستنونا في فيلم جديد. سلام.